أهلا بحضراتكم. نبدأ بصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملخص فيلم الدين. أرجو لكم استمتاع المشاهدة والتعليق. سلام. بيبدأ الفيلم وقطر ماشي في الصحراء، بنبص هنا نلاقي الملكة ودول أحفادها فرحانين جدا بالتاج اللي موجود عندها، عمالة تلعب معاهم مبسوطة بيهم أوي. في نفس الوقت ده أريان نازل بالمظلة على القطر من فوق بالباراشوت بتاعه، ودي الملكة قالت لهم أنا داخلة الأوضة. دخلت بيبصوا لها طلعت من حتة تانية، استغربوا جدا منها. فيها حاجة؟ قالت لهم التاج اتسرق، وده حرف ليه اقبضوا على الجانب بسرعة. ده أريان بيرمي القناع بتاع الملكة وهو فوق القطر، وطلعوا فوق عشان يضربوه ويخلصوا عليه. ما عرفوش يعملوا معاه حاجة طبعا. مسكهم اداهم معلقة متينة وظبطهم واتزحلق على الرمل، وبعد ما خلص مهمته قعد يرقص ويغني. وهنا الشرطة عاملة اجتماع، ودي سونالي بتقول لهم اخص عليكم اخص، ازاي يعمل كده؟ وده جاي والواد علي المخبر قاعدين بيشوفوا هيعملوا ايه في المصيبة اللي هم وقعوا فيها دي. جه بيقول لهم هو بياخد باله من الارقام كويس جدا، وعمل لهم حسبة بسيطة جدا، وقال لهم بصوا يا جماعة، المرة الجاية هو هيعمل مصيبته السوداء وهيرسم حرف الإيم من السرقات اللي عملها في العالم كله يوم 14 أغوليوس. وده أريان عمال يصور المكان اللي هيسرق منه السرقة الجديدة وخطته بيرسمها، وقاعد بيتحكم في كل حاجة. وهنا الأقنعة اللي هو بيستخدمها مظبط الدنيا كلها، وواد دقيق جدا في كل اللي بيعمله. تاني يوم لابس بقى الشغل بتاعه، نازل المية عامل لي فيها غطاس ومادة كده بيدهنها على جسمه، وهم بيراقبوه. وده المتحف، وسونالي والواد جي والشرطة كلها واقفة بتقول يا ترى هنعمل ايه؟ خلي بالك يا علي. قال ما تقلقش يا كبير، انا معاك في المهمة. وهنا المعلم أريان دخل المتحف، واقف عامل نفسه تمثال وفتح عينيه وماسك معاه جهاز كده بيتحكم فيه. ودي قطعة ماشية على الخط الأسود دي اللي هي هتسرق الجوهر اللي موجودة في المكان. تمام التمام، ماشي الخط زي ما هو عايز. أشعة الليزر خد القطعة عن طريق المكنة اللي هو ماشيها، ومفيش حد قادر يعرف هو عمل ايه خالص، والشرطة واقفة. وهنا مدير المتحف بيقول له في قطعة ناقصة من التاج الذهبي ده. هنا جي جري راح لسونالي قال لها الحقي، ده بيسرق كل قطعة ممتازة ما فيهاش أي عيب. وجي بيجري وبيركب عربيته ويقول له الحقني يا علي، لسه هيدخل يسرق المتحف، اجري يا علي بسرعة. علي خبط في واحد عامل نظافة، قال له ما تحاسب يا عم النهارده اجازة، ايه اللي جايبك هنا؟ قال له خلي بالك يا علي، انت بتشك فيه ولا ايه؟ قال له اه بشك فيه. عامل نفسه ما بيسمعش. قال له تعالى وريني بطاقتك. وراه له البطاقة اللي معاه وعليها حرف ليه، عرف ان هو المعلم أريان. نزل في مؤسسة الصرف الصحي وهرب منهم وطلع من الناحية التانية زي ما انتم شايفين. وهنا بيحاول يهرب منهم وعلي وراه، ونبص نلاقي جي راكب طيارة هو كمان وماسك البندقية عمال يضرب بيها، عايز يسيبه ماهوش عارف. فجأة كده لقوا ماراثون المعلم أريان لبس زيهم الماراثون الأبيض الطويل ده، وقعد يجري معاهم. وعلي واقف بيقول أعمل إيه دلوقتي؟ وعلي واقف بيشوف هو فين، وأريان بيعدي من جنبه ما خدش باله خالص. وهنا الأستاذة سونالي بتقول له جي أنا زعلانة منك، إزاي يقدر يفلت منك في تاني عملية ويعمل الكلام ده كله؟ قال له أصل هو ذكي جدا جدا. المعلم أريان مسافر قاعد في المطار، لقى التلفزيون بيقول إن الجاني هيسرق سيف مهم جدا عمره 600 سنة. رجع تاني ودي تذكرته الواحد، وبجهز نفسه عشان يروح المكان اللي فيه المشكلة دي وفيه السرقة، والشرطة مستنياه. وهنا المعلم بينط على المكان عشان يسرق السيف الأثري ده. دخل المكان لقى في حد مع أريان قاعد بياكل هنا، ودي واحدة منتهى شخصيته وعايزة تعمل العملية اللي هو بيعملها. تعملي ايه يا حاجة؟ قالت انا هسرق السيف. قال لها استنى عشان في أشعة البس النضارة. والمهم قام جاي ماسك العملة اللي معاه وقام جاي رميها على الأشعة. الإنذار اشتغل، دخلت الشرطة عشان تقبض عليهم. جات البت دي قام جايه واخدة السيف وهربانة وجريت، وهي بتجري بتحاول تهرب من المكان ده بعد ما سابت العلامة بتاعته. للأسف سونالي مسكتها وقالت لا اقفي عندك أنا هخلص عليكي هنا. لقت أريان بينط عليها بيقول لها تعملي ايه يا بت؟ وقام جاي خابطها واخد المعلمة الحرامية زميلته وهرب. جي واقف هيتجنن وهيطقله عرق ماهوش عارف يعمل ايه. واقف المعلم أريان بيقول له انت مين؟ لقى المعلمة دي واقفة، قالت له انت تاكلني بعينيك ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، انا مش عايز معايا شريك في المكان عشان ما حدش يخوني، وانا مشغل مع نفسي. وخد السيف بتاعه ومشي من عندها، وهي واقفة مش مصدقة اللي بيحصل. ماشية لقت واحد عمال يلعب سلة. مين ده؟ لقت المعلم ده ماهيش عارفين انه متنكر مركب شلب ومطول شعره. انت مين ياه؟ قعد يضحك، قربت منه عرفت ان هو. قال لها انا أريان. وهنا قدر يسلم عليها، قال لها خلاص انت هتكوني معايا وانا موافق تكوني معايا في كل العمليات اللي جايه، واوعي تخونيني يا بت. قالت له عيب،
راحت السينما هنا وقعد المعلم جه الظابط نكتشف ان هو مجندها عشان عليها قضية، وهي شغالة معاه عشان تكشف له اللص اللي اسمه أريان دوت. وهنا الحكاية اتفتحت، بتبص لقت واحد قاعد جنبيها متنكر هو كمان. طلع أريان قال لها بقول لك ايه، بص قدامك ما تبصليش، وخد الفشار ده فيه جواز سفر واطلع دلوقتي عشان احنا مسافرين على البرازيل عشان المهمة اللي جاية. والمعلم جه سمع كل حاجة، وبدأت القصة اللي فات بطاطا واللي جاي خالته قطاطا، وراح البرازيل سوا. وهنا المعلم السوري ماشية والمعلم جه والواد المخبر عليه لابس نقاب، وهنا أريان رايح عشان يتم العملية، والدنيا بقت سبهللة يا جماعة. معلمة سولي هنا قاعدة، وهنا المعلم أريان متنكر عشان ما تعرفش شكله تمام التمام، مركب الشنب ومطول شعره، وعمال بقول لها انت بتثق فيا ازاي وتيجي معايا مكان ما تعرفوهوش؟ قالت له انا بثق فيك جدا من ساعة ما عرفتك وانا تلمستك ولازم تعلمني كل حاجة. قال لها من عينيا يا بطاطا. تاني يوم راح عشان يمرنها بقى على كل حاجة، لقيته جاي بشكله الطبيعي ومش متنكر ولا حاجة. هنا حست بعواطف جياشة جدا تجاهه. قال لها بقول لك ايه، بتثق فيا؟ طب نط من الجبل ده لو انت بتثق فيا فعلا، انا عمري ما هخبي نفسي عنك تاني. اوكي؟ قالت له اوكي. وثقت فيه ونطت معاه فعلا من فوق الجبل على المجانين عمل حد، بس رابطين نفسهم بحبل. وهنا تمام التمام، ايه رأيك؟ 100. توطدت العلاقة بينهم هما الاتنين، وبدأ يعرفها كل حاجة وخدت عليه خالص عشان يتم كل شيء. راح المعلم أريان لقى جي قاعد، راح قعد معاه عشان يتعرف عليه، قال انا هندي وانت هندي، يلا ايه رأيك في موقعة الهنود دي؟ ايه رأيك في العملة دي؟ خدها مني هدية. وقعدوا يتكلموا مع بعض ويدردشوا. جه تليفون المعلم أريان من البيت، قالت له اتأخر عنك ساعتين. قفلت، كلمت المعلم جي قالت له تعالى قابلني دلوقتي، انا هقول لك معلومات مهمة. انا هنا عرفت دلوقتي المجرم وشفت شكله واسمه أريان، ولازم تعتقلوه وتديني الملف بتاعي وتبرئوني من كل التهم عليا. قال لها بقول لك انا خايف ان انت تحب الواد ده. قالت له على فكرة انا بثق فيه اكتر منكم كلكم، هو في ثقة عنكم، انتوا شرطة ملكوش امان. وثبته ومشيت. وهنا المعلم أريان خدها وراح المكان المتحف اللي هيسرقوا منه السرقة الجديدة. قال لها شايفة العملة دي؟ ده بقالها عمر دي شليون سنة، دي اللي هتتسرق دي بملايين الملايين يا قطة. قالت له معقول؟ قال لها امال انت فاكرة ايه ده؟ ب150 مليون دولار. وده الاحتفال في شوارع البرازيل، والبنت سولي مع الواد جي الظابط وبتقول له بكره تنفذ العمليه. قال لها خدي الجهاز ده خليه معاكي عشان تقولي لي على كل حاجه اول باول. هنا المعلم أريان شافهم وعرف كل اللي بيدور بينهم، والاحتفال شغال والدنيا هايصه والدنيا لايصه. بيبص جي لقى الواد أريان بشكله الطبيعي واقف مع البنت سولي، استغرب جدا منه وقدر من هنا يكتشف كل الشخصيات اللي هو كان بيتنكر فيها. هنا عرفوا بعضيهم، راح قال له انا عرفتك انت الواد الحرامي. قال له ايوه انا الحرامي ومش همشي الا لما اعمل اللي انا عايزه. قال له انا مش هديك فرصه. وهنا المعلم أريان قال لها تعالي يا حلوه، انا عرفت ان انت خاينه وكنت معذبه بتتفق عليا، وده مسدس وطلقه واحده، تقتليني اقتلك وانا هكون مبسوط لو اتقتلت على ايديكي. خد المسدس ده واقتليني. قالت له مش ممكن اقدر اعمل ايه الكلام ده. خد المسدس وضرب طلقه اتخاضت. قال لها خدي وزعلها، مسكته وضربته، طبعا ما جاتش فيه حاجه. اخر طلقه في المسدس قال لها خدي الطلقه دي اللي هتخلص عليا وهتنهي حياتي وانا مبسوط، اضربي يا بت. قالت له لا مش هضربك، انا هنتحر، ما اقدرش لاني بحبك. وده كان اختبار، رمالها الطلقه قدامها، ومن هنا حبوا بعضهم. وكده بدأ الولاء بينهم. وتاني يوم راحوا المكان اللي يعملوا فيه الجريمة بتاعتهم والسرقة بتاعتهم، وعلي واقف هو والواد جي وعايزين يمسكوهم متلبسين. هنا أريان والبيت سولي عاملين نفسهم من فرقة الموسيقية وعمالين يرقصوا ويغنوا. رمى الواد أريان شنطة فيها عقارب ناقصة شوية تعابين، والدنيا حصل فيها هرج ومرج وفوضى شديدة جدا، وكله قاعد يجري وخايف ومرعوب والأطفال بتجري. هنا سرق العملة ورمى حرف الايه بتاعه واتنكر مع الاطفال هو وهي، وخرجوا معاهم من المكان. والمعلم جه قال له هم ماشيوا من هنا وقعت ابوك سودا. راكبين موتوسيكل وبيهربوا، طبعا جري وراهم بالطيران وجري وراهم بالموتوسيكل هو كمان عشان يخلصوا عليهم ويقبضوا عليهم. الدنيا هاجت وماجت والعصابه بدات تجري اللي هي أريان وسولي، وراهم الشرطه. قعدوا يضربوا بعض بالنار، مفيش فايده. هنا هرب ورمى قنبله على الطياره فجرها واتفرتكت 100 حته. هنا البنت سولي ركبت موتوسيكل لوحدها وهو موتوسيكل، قال لها هنتفرق انت من هنا وانا من هنا، وهو ماسك أريان وعمال يجري وراه. دخل في طريق معاكس بعد ما تواجهوا هما الاتنين عشان يموتوا بعضيهم، وقعد يجري في الطريق المعاكس لوحده أريان. وهو هنا بيجري نط من الموتوسيكل ورمى نفسه بالمظلة بتاعته، نط فوق جي. شفت الحركة دي؟
وقام جاي ماسك فيه وقال له مش هسيبك. وقعوا على قمة جبل رغم ان هما كانوا فوق جبل اصلا، وقعدوا يضربوا بعضيهم، وهوب حتتك بتتك الاتنين مش عارفين يضربوا بعض وهما الاتنين في قوة واحدة. جه علي ومعاه البت سولي قال له خلاص انا هبط عليها. واقف الواد اريان زعلان جدا، قال له معقول يا باشا؟ بقول لك ايه يا جي، انت تعرف في حد بيحب حد يقدر يقتله ويخلص عليه؟ بيوجه كلامه البت سولي طلعت المسدس وتطلقه ادته التانية، وقام جاي واقع من فوق الجبل في المية وخلاص. وانتهى المعلم اريان وخلصت عليه البت سولي وانتهت القصة. وراح قال لها انت خلصت عليه ليه؟ انت خاينة وبتحبيه، انت انسانة مجرمة، خلاص كده روحي لحالك، وسابها ومشي. وهي واقفة عمالة تفتكر في كل ذكرياتها مع اريان وازاي انا عملت فيه كده. وبعد 6 شهور بنكتشف المعلمة سولي شغالة في المطعم الجميل ده، ومن المفاجأة اللي معاه المعلم اريان لسه عايش، ودي كانت خطة هما الاتنين عملوها وخلصوا بيها. فجأة لقى المعلم جي داخل عليهم بيقول لهم اهلا بيكم، عمال يلعب بلياردو. ازيك يا باشا، انا عرفت كل حاجة ومراقبكم من زمان، وعرفت ان انت عايش، وعرفت الخطة اللي بينكم. قال له يا باشا انا مجرم وده اعتراف مني بالكلام ده. قال له لا خلاص طالما انت اعترفت انا هديك فرصة تبدأ حياتك من جديد وكأني ما شفتكش ولا عرفتك يا ريان. حياة سعيدة يا باشا. وسابهم ومشي. كتر خيرك يا عم جي. وهنا اريان مش مصدق اللي حصل، ودي كانت نهاية الفيلم، وعاشوا حياة سعيدة. ارجو ان تكونوا استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. باي يا بشر.